بالإضافة إلى عمر سيكو. هذه هي تشكيلة نادي. ربما لا يبدأ أساسيا عبد الرحمن ولا يبدأ أساسيا كذلك هولندي بيونتك. هذه هي تشكيلة الفريقين في هذا اللقاء، ومن خلال أحداث هذه المواجهة نذكر بوضعية الفريقين في جدول الترتيب. الاتحاد حاليا في المركز يسجلوا اي حاله تعادل حتى هذه اللحظه في بطوله الدوري، فكيف ستسير المباراه هنا في هذه الاثناء امام نادي الاتحاد؟ التشكيله الاساسيه فيلسون الان داخل منطقه الجزاء، الان عرضيه الان محمد عبد الله الحرق استغل الموقف بالصوره المطلوبه، وبعد ذلك عرضيه تدخل فيها 52 نقطه قبل ذلك وبالتالي يعلم الاتحاد تماما بأن وحضوره الملفت في الفترات القليلة الماضية بعد أن نجح أيضا عن التعديل سيلية بنتيجة 2-2 آخر مباراة، ثم بعد ذلك تقدم النادي الأهلي بهدف عن طريق الألماني دراكسلر قبل أن يعود أولونغا. لقطة بالتوقيت المناسب، أبعدت المحاولة والكرة وعادت خارج ملعبه أو على موعد في بطولة QSL. كرة بمحاولة تعود الآن، تكون يوم 27 ديسمبر. الدوري سيتوقف إذن بعد نهاية مباريات قبل الدخول في كأس العرب. المواجهة يبدأ أساسيا صاحب 32 سنة، لاعب نادي نسخة رائعة في هذا الموسم على مستوى جودة اللاعبين وحضور الأندية. وضع سيزداد بكل تأكيد أكثر وأكثر، الحماس سيرتفع في الجولات القادمة. الجزاء لا زالت بس الله 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 لاعبين الاتحاد. هذه الكرة، هذه المحاولة، بيونتك إلى لويس ألبرتو، إلى في الجهة اليسرى عن طريق اللاعب بيريغو إلى نبيل بولبينا، وبأوعات البولبينا يعني افتقد منتخب بلاده لفرصة التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم بعد الخسارة من منتخب